عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، مرحبا باللي دخلوا الجدد للقناة، شرفتوني ونورتوني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيديو اليوم كما كالعادة كيف كما فيديو البارح معناتها خفيف. نظفت الدار كما مستانسة، كما مستانسة كما كل يوم، من القهوة، من هزان أوز للروضة. قضيتي الفقولوتا كالعادة والعواد، والله تقطع لنا عادة، وربي يعطينا صحة الابدان يا ربي. اليوم فيديو كما حكيت لكم خفيف، جوست باش نطيب مقارونه فروي دماغ. حبيت نوريكم، انا المره اللي فاتت كان تذكروا حكيت لكم على هكا البابوش اللي لميناه في البحر. اليوم قلت انا ما حبيتش نخليه برشا في الفريجيدير، قلت اليوم خليني نجبدو معناتها نعمل بها نطيب به المقارونه. وعندي كعبات القرنيط كان تذكروا خليت منهم كعبتين كبار برشا، هذوك خاطر كبار نتاع كسكسي نتاع مقارونه حاجات كيما هكاكا. قلت نجبد منهم واحدة، نقصها ونعملها زادا كيف مقارونة. وريتكم كيفاش تنظيفها معناتها، جست معناتها اليوم نظفتها. وكعبة السوبي كانت تذكروك الصغيرة بالكل هذيك، زادا ما الحق ما صورتش كيفاش ننظف لكم فيها، سهل تنظيفها ما فيها حتى شيء. جست الواحد اليابس نتاعها كالابيض هذاك من الداخل يتنحى، ويتنحى معاه حاشيكم هكا الوسخ من الداخل اللي فيها كهو. مثلا السوبيا انا راني ما نحيلهاش الجلده نتاعها من برا، تنوريها لكم من بعد. هكا الجلده البرانيه الرطبه ديك شويه ما نحيهاش، نخليها كيما هي. قصيتها وحسيلو حذرت الدنيا الكل. وباش نحط نطيب المقرونه على بكري كالعاده. حكيت لكم المره اللي فاتت، قلت لكم راني ما عادش نجم نصور، معناتها نعمل فيديو ولا نعمل مونتاج يبدا اوس في الدار، ما نجمش، لا نقضي لا نجم، ما نجم الحق نعمل حتى شيء. قلت خليني نكمل قضيتي على بكري. عندي دبش غسلته باش نهبط ننشره. دار كالعادة محلولة شبابك نشمس فيها الدنيا كل يوم، نهاير سخون بالدا بالكدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كهو مساحة كالعادة، كالعادة والعواد وكل قضية هذيك هي معناتها اللي نسين بها احنا نسال كل معناتها كل يوم معناتها فماش كها. وقلت خليني معناتها توا ديريكت نطيب العشاء على بكري، ومن بعد نروح باوسك ديريكت هكا كنعشيه نتلهى بيه هكا. تسمع في الحوات، احنا الحوات نتاعنا يجي مخر اليوم. الحوات عندنا يجي مخر لان يجي ماضي ساعه نص النهار هكاك، مسكين يقعد يدور على الدنيا الكل حاسيله يوصل لهنا نص النهار ماضي ساعه. اما الحق والله حتى نهار ما جربت خديت من عنده، ديما الاكثريه ديما حكيت لكم ناخذ من عند القليبيه. الكلامار مش كلامار، السوبيا والقرنيط يصطادهم سيلفي الحق. كهو كهو حسيت باش نوريكم، نخليكم مع بقيه الفيديو باش نوريكم كيفاش نطيبوا المقارنه. باهي باش نوريكم كيفاش اسمها القرنيط خليته هكا على الكبر هذا، يعني نحبه هكا. جوست الراس نتاعو قصيته جويد كيما السوبيا كيما قاعدين نشوفوا معناتها كيف زاد صغيره قصيتها دوبه هكا، قصيتها صغار باش نحط نطيب القرنيط ومن بعد والسوبيا، ومن بعد نطيب البابوش. خاطر البابوش كنت تذكروا معناتها غليته، تغلى معناتها قبل ما نطيب وكل شيء. شفتوها هي من داخل كيفاش معناتها جوست كي تغليه وكل شيء يخرج اللحمه نتاعو تخرج، فهمتوا كها. وعندي كعبات شوفريت صغار معناتها باش نحطهم من بعد، خاطر الشوفريت ما تعرفوا فيسا يطيب صغير، فيسا يطيب باش نحطه مع البابوش. جوست انا باش نطيب تو مثلا هذوما. باهي نتوكل على ربي ونطيبوا الفطور العشاء قبل ما نروح اوس. نحل معاهم قرون فلفل زاده. لا اله الا الله محمد رسول الله. حطوا لهنا ان شاء الله ظهري، حطوا لهنا الزيت باش نعمل رطل وشوي ما كنت تعرفوا، خاطر احنا عيله ما شاء الله، ويزيد معناتها حسين يهز منه الفطور. نهرس الثوم شويه تابل وكرويه. كان يشوفني حسين كيفاش نهرس في الثوم على الرخامه يعمل لي نهار حسين هكا. ما حنا مسلسل لوطه يعني على القاعه ونفرش منديله هكا. باهي
قلنا خلينا نبدلوا شويه الجو، نبدلوا شويه الروتين تاع كالعاده، ديما واحد تنظيف وكل شيء. نبدلوا شويه جو، ندخلوا للكوجينه نطيبوا مع بعضنا العشاء، في نفس الوقت نبدلوا شويه جو. ولا اله الا الله محمد رسول الله. في العاده ما تنسوش ديما في قلوبنا ندعيو للفلسطين، ان شاء الله ربي ينصرهم. انا راني بالحق ما حبيتش نجبدوا الفيديو، ما حبيتش نجبدوا الموضوع اليوم. الحق ما حبيتش نجبدوا، ما نكذبش عليك. ما نحبش نأزمكم معايا ونعطيكم كل طاقه سلبيه. انا ديما هكا صحيح، واحد ديما يحب روحه فرحان وديما شيخ برشا حاجات فهمتوا، اما هذه حاجه اقوى منه معناتها ديما يذكرهم، وديما كي يذكرهم ديما يدعي لهم. ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي ينصرهم يا رب. خليه يتخلى شويه ونحط الفوضى. مش نعملها حاره بالطبيعه على اوس، خاطر ما حبش يستانس لي حاجه حاره برشا كهو. هنا عملت نحب اي حاجه نحب فيها الفلفل. انا مثلا مقارونه كسكسي الدنيا الكل ديما بالفلفل. عملتهم بالملح وباش نخليهم خفيف. لهنا كما حكيت لكم باش قليه صغيره مش برشا، نعمل رطل وشويه. انا رطل ديما نحط عليه 3 مغارف، 3 مغارف لازم ممسوحين بها معبين معناتها عيني الميزاني هكا. رطل وشويه باش نعمل دونك 5 مغارف. انا الكيلو خاطر نعمل عليه 6 مغارف طماطم هكا. هذه الخام خليها يتخلوا بالباهي. انا نسيت ما حطيتش الوحده معاه، خاطر الصوبيا راهي كيف القرنيش معناتها تحب الكبره. البابوش حبيت راني يلم اكثر، حبيت نعمل مكرونه بالبابوش وحده معناتها. ما وجدتش الفرصه، حكيلو باش نمشوا لحد باش نمشوا نصطادوا كل شيء نلموا معناتها مش واحد القصه. قلت نسيت، خلينا نعمل بيه المره هذه هكا، وبقدرة ربي المره الجايه نصطادوا برشا ونعملها واحد طبوشه كهو المكرونه. خليه هنا حكيلو يتخلى بالباهي. تحب الطماطم تتخلى بالباهي نتاع مكرونه نتاع اي حاجه تحب تتخلى بالباهي. تبارك ما شاء الله القرنيط يفيض بالريحه وكل اسمعوا وريتو وكل كيفاش نقول لكم. خليني نحي الفلفل على الحس ومن بعد نعاود نرجع نكمل لكم الموضوع على شنو بالضبط. قلت لكم عاد صراحه هي الصوبيا عندها طعم، القرنيط كيف الكريفات كيف اي معناتها كل واحدة سبحان الله معناتها فيها طعم مختلف، وكل واحدة معناتها بنتها وحدها بحق. راهو هنا كيما قاعدين نشوفوا حسيلو نحب الطماطم تتخلى بالباهي في وسط القرنيط والصوبيا ومعاهم الثوم. لا اله الا الله. خليت قرون الفلفل لهنا باش نوريكم هذايا راهو حطيته يتحل في الماء الباهي. حبيت راني الماكسيموم بعدها الرانجلايت ما باش نجم نصور، اما جبت التصويره جديد على هذاك ما حبيتش خليتها هكا معناتها هكا باش نخليه باش نطيبو هكا معناتها مانيش باش ننقص فيه، مانيش باش ننظف خاطر القوم تاعو بصراحه فك القشره نتاعو وماكم قاعدين تشوفوا فيه فك هذا الصويبه نتاعو ولا مش هذوما ساعات يتسيبوا في المرقه في الصوص معناتها تاع المكرونه ولا اي حاجه. الحق في نجيبش باش نعمل المكرونه معناتها نصب لها الصوص وكل شيء، نصب الصوص نصبها في حاجه كيفاش نفسرها
هذاك اللي نصفوا فيه لا اله الا الله محمد رسول الله، نسقطروا فيه الماء نتاع المقارونه ولا كسكاس. كسكاس وغاب عليا. حاسيلو نصب صوص فوق الكسكاس هذاك باش ما يهبطش الشيء هذاك الكل. اما هي بصراحه انا جربتها راح جربتها مقشره وجربتها هكا. مقشره فيها صحيح حبوب وكل شيء، اما مش كيما هكا ابا. راهو هنا نقلب بالباهي باش نزيدها. مانيش راني قلت لكم مانيش نعملها حاره على خاطر اوس نحب. قال لي ماما اعمل لي، ما قلت لكم المره اللي فاتت حتى اليوم قال لي قلت له شنو نطيب لك عشاك وش، قال لي ماما اعمل لي مقرونه كي نعملها هكا. قلت ما نعملهالوش معناتها حاره باش ينجم ياكلها معانا. حطيت شو مغرفه وشويه كركم. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مسنسه كيما حكيت لكم، مسنسه في الفلفل ديما نحطه اخر حاجه، اما بعدش نحط بالطبيعه اخر حاجه نحط. حطيت شويه فلفل اكحل، نحط شويه ملح، شويه دوبه خاطر قطعه فريد مير ملح. من بعد كان هكا ولا هكا نزيد قليت بكدا طماطم كيما قبل نصراو فيها. بسم الله ما شاء الله عاد يحتبل باهي. الماء هنا سخون، ماذا بيا ديما كي نطيب ديما الماء سخون بحذايا خير. لهنا باش نخليها كيف على روحها. الثوم بالطبيعة عملته بالكركم معناتها ما يستحق، مش تبلو كروي ما يستحقش توي كمان معناتها باش نزيدها هكا كروي كيما حكيت لكم على خاطر بطبيعته هو حتى كيما تفوحوش ديما بنين، كل معناتها عنده طعمه خاصه فهمتوا. باش نخليها تيب. نزيدها شويه رند. المقارونه هي بصراحه عالرند وعالثوم بالخس والثوم. تحب الثوم بالكدا سواء راهي باللحم بالدجاج بالفرويد مير بالحوت وحده، تحب هكا معناتها. هنا باش نخليها يطيب الماء، هنا باش نقص فيها جنب. ومن بعد كيما حكيت لكم من بعد كي القرنيط والسوبيا نحط هذا ونحط هذا كيما حكيت لكم. هذا ما فيش روح في ساعتين باش نخليه بقشرته باش تعطيك الجو نتاعو البنينه. والبابوش هذا كيف البابوش خاطر نظيف. غليته في الماء كيما حكيت لكم المره اللي فاتت. وان شاء الله تو نعاودوا فيديو اخر بقدره ربي كي نصطادوا برشا نوريكم كيفاش تنظيفه ونوريكم كل شيء. هو تنظيفه ما فيه حتى شيء كيما شفتوا حسين حطوا في اللافابو فركوا بالكدا خاطر يشد الملح من داخل فهمتوا. استغفر الله العظيم الرمل. به ومن بعد نعطيكم حاجه اخرى. البابوش بالله عليكم عندكم البابوش هذا وعندكم البابوش الاخر. نحن لهنا الحماميه يعملوه برشا ياخذوا البابوش ويعملوا يطيبوا بيه. اوريكم الكاميرا اخي. به البابوش اللي حكيت لكم عليه هذا والبابوش الاخر ما بيطيبوا بيه الحماميه برشا. به مانيش نعطي كيفاش تنظيف ونعطي حتى حاجه برك ما تعذبوش. مثلا انا كي غسلت البابوش هذاك غسلته بالكدا هنا الماء ما يغلي على روحه. هو دوب غلاء انا سقطت خاطر ما تخليهمش يتعذبوا حرام. خاطر كي باش ما نعرفش هما هكاك هي هكاك بصراحه. كيما هذا كيف الاخر معناتها كي باش تجي طيب بابوش ننصحك نصيحه دوب يغلي الماء هبط البابوش. ما تخليش هو يتعذب من الاخر معناتها مش هو يبدا محطوط معناتها كيما مثلا الماء هكا قاعد معناتها يسخن وانا نجي ونحط البابوش ونخليه يطيب ويغلي على راحته وكل شيء. فاهميني ايش نقصد ظهر كهو. لهنا يا جماعه كملت كل شيء فوحت المقرونه نتاعي باش نخلي لهناك كل شيء يطيب على روحه باش نمشي نهبط ننشر الدبش كيما حكيت لكم المره اللي فاتت. كل يوم الدبش هذاك لازم منه كل يوم. لا اله الا محمد رسول الله. عجبتني الفكره انه كي نطيب نحكي معكم هكا خير ملي انا نبدا معناتها نعمل في المونتاج ونحكي بصراحه هكا نلقى راحتي احسن واحسن.
كما قلت لكم ان شاء الله يعجبوكم فيديوهاتي. خلوا لي كومنتير، قولوا لي معناتها اسكو انا ما نعرفش شدتكم بالفرجه ولا لا، عاجبينكم معناتها الفيديوهات نتاعي نعمل فيهم كل شيء، وربي يقدرني معناتها نعمل حاجات اللي تطلبوهم مني، وان شاء الله ان شاء الله نستفادوا من بعضنا. وكما حكيت لكم مرحبا باللي دخلوا جدد، فرحتوني بالحق وربي يبارك لكم. وفما متابعين ديما يتبعوا فيا اول عبد ربي يعملوا كومنتارات ويشكروني وكل شيء. نحبكم برشا 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 وربي يبارك لكم. بالحق راهو انتوما حتى كعبتين 3 كعبات انتوما راكم مشجعيني الحق، بعد راجلي وامي انتوما راكم مشجعيني الحق. انا اول ما حليت القناه معناتها راجلي مشجعني، امي كيف كيف. لتو راجلي يقول لي ما تبطلش كريمه، ديما كل يوم هبط فيديوهات. راني ديما نتفرج فيك، راك عجبتني في الفيديوهات نتاعك، راه كل مره تتحسن فيديو. صحيح انا لا يمثلونا ما كانوا قاعدين تشوفوا في الفيديوهات نتاعي، وديما نسال كيفاش، خاطر ما عنديش فكره الحق، راني نتفرج هكا هو قبل كيفاش نصور كيفاش مدخلتها بعضها حاسيل، وهذاك الكل نهبط، وحتى الفيديو غلط وداخل بعضه وكلام داخل بعضه، والتصوير كيف كيف نقول لي والله ما نهبط، حتى هو هكاك ونهبط. قلت لكم عاده يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم بالحق، بكلامكم انتم راني نتشجع، وبكلامكم انتم راني كل يوم نقوم نعمل فيديو. صحيح راهو فما حاجات كيما مثلا قلت راني مانيش نحكي فيها ومش نعاود نحكي فيه مساج بالحق. الضربة متاع فلسطين هذيا أزمتنا شوي، خلتنا معناتها على أعصابنا. أما هذاك الكل معناتها واحد يقف ويقضي ويطيب وكل شيء، أما المخ سارح والقلب معاهم وكلنا معاهم وكل شيء. إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله ربي ينصرهم وربي يوفقهم، وربي فوق الوجود، وربي فوق الوجود. حاسلوا يا جماعة ما نطولش عليكم، لهنا باش نكمل الفيديو معاكم. من بعد كالعاده نمشي نروح بقوس نكمل نصمت المقارونه نتاعي ونوريكم كيفاش حضرت، وحاسيلو قبل كل شيء نودكم ولا نشهيكم. ومرحبا باللي يجي ويقول لي كريمه راني جاي باش نفطر عندك، مرحبا به في كل وقت، وقول لي الحاجه اللي نطيبها له واللي اشتاها طيبتها انا نطيبها له على راسي وعيني. باي باي في الامان.
كالعادة نحو شوية نعناع من النعناعات بتاعي، شيخ عليهم والله تعرفوا ورد بالي عليهم من أقصى درجة. نقلبهم باش نبدلهم ندخلها من الداخل بطبيعتها. جبت كويستين عند حماتي كهو باش نعاود نرجع من بعد نحاهم غاديك على الشمس. كهو يا جماعة لهنا كيما قاعدين نشوفوا حسيلو العشاء قاعد يطيب على روحه. لا خليه ما عندي يطيبك القرنيط بالباهي بالباهي كيما قاعدين نشوفوا فيه بالبدا خاطر الصوابع نتاعو خشينه هذه. انا قلت لكم الكبار خليهم ديما مقارونه كسكسي هذه. خليه يطيب على روحه. لا اله الا الله محمد رسول الله. المعون غسلته صي كملت. هذا بس احنا مغطيتهم نتاع البابوش والشفريت والفوقاني الفلفل المقلي كهو. هناك أنبي الأوس حاسيلو كل مرة ومش تشوفوهم، مرة تشوفوهم في بيت النوم، مرة تشوفوهم في الصالة، كل مرة حاسيلو تشوفوهم في بلاصة. هو يخرج الصباح يمشي يقرأ وأنا نقعد نلمله في الألعاب كهو. أنا كملت قريتي، كملت أموري الكل، حبيت الحوايج نشرتهم كالعادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش ظاهرين مباشرة محارة هكم غادي. كملت نشرتهم تحت كهو. ما حق ما حكيت لكمش عليها الفازة هذه. ما قلت لكم مش نستنى اوس معناتها كان عمل حاجه تنطلعها من الفوق. كان معناتها سافا معناتها خليتهم. جاي البارح شافهم فرح تخلي ما حليها حسيت ضحك عليه البارح. قلت له باهي اسمعني بابا، يا ريت احنا نزينوا في الدار وكل شيء ما تمسش حاجه دار. باهي قال لي باهي يا ماما باهي. حسيت دوبا شافه مكا فرحان باهي ما نعرفش كيفاش. تو شوف فين من الفوق راهو ديما الفوق غادي. اما كي شافهم من اللوطه كشيخ عليه قال لي باهي ما نمسهمش هكا. وليت خليتهم والله انا بيدي شيخ عليه كهو. حسيلو كملت كيما حكيت لكم كل شيء. غسلت الماعون، عملت عندي السحل المقلي نتاع البارح، زدت فقست فيه عظمه فطرت به انا وحماتي، وجبت كويستي باش نشرب كاستي ونقعد على روحي حتى كشت من بعد كهو. لهنا حسيلو بعد ما قعدت شربت كاسي وريقلت اموري كل شيء. طاب القرنيط وكل الصوبيا طابت. تو باش نخلط عليها المذومه. ماني قلت لكم ما فيهاش روح هذه، راهي لف التيب. ونحط معاها البابوش يعني. ثم كعبات تحل وفما كعبات هكا في وسطها شوفوا فيها ريت اللحمه وين في الداخل. ثم كعبات تحل وفما كعبات لا. مانيش نخليهم دوبا يطيبوا شويه. ياخذ الغلوه بالكدا. قلت لكم هذا راه ما فيش روح والاخر طايب بالطبيعه كهو. بعد نرمي لها قرين فلفل ونطفي عليها، خليها معناتها من بعد للعشيه مخر وقت اللي راح حسين اوس نصمت المقارون هكا. هاو لهنا حضرت مقارونتنا جات بحذية صاحبتي. زدت معاه معناتها سلطه بشويه. وبالحق ندكم ونشهيكم مقارونه جات بنينه كهو. وصلت بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله يعجبكم. كان عجبكم الفيديو نولي نحكي وكي نجي نطيب نحكيو هكاك خير. قولوا لي انتم حسيتوا في كومنتير.